يتفقهوا في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آيتان كريمتان تدلان على حب الله سبحانه للمتطهر. إحداهما قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هناك آية أخرى وهي قوله سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية الأولى المطهرين، الآية الثانية المتطهرين. الآية الأولى تكلمت عن مسجد شريف، وذكر في الروايات أنه مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام. قبل الإسلام المسجد الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أقدم شيء المسجد الحرام. بعدين المسجد الأقصى، بيت المقدس. أول مسجد بني في الإسلام مسجد قباء. زين، شلون صار هذا أول واحد؟ يعني قبل المسجد النبوي الشريف. مضمون ما ورد في الروايات والتواريخ أن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر من مكة إلى المدينة وصل إلى هذه المنطقة، منطقة قباء، وما دخل إلى داخل المدينة. اليوم المدينة توسعت، قباء صايرة كأنها داخل البلد، شوية السيارة 5 دقائق تمشي يوصلوا للمسجد قباء. لكن سابقا المدينة صغيرة، فمسجد قباء يعني منطقة قباء خارج المدينة. النبي صلى الله عليه وآله بقي هناك ينتظر مجيء أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومعه الفواطم، ولعله وارد أنه بقي 12 يوما. بهال12 يوم بنى مسجد هناك، مسجد 12 يوم. يصير مسجد ب12 يوم ينبني؟ يصير. اليوم هم لو واحد عنده أرض يروح يشتري له سيارة طابوق أو يرتبه، يجيب عمال يشتغلون بيومين يخلصون 4 حيطان. المسجد مو أكثر من 4 حيطان، حتى سقف ما يريد له. ولهذا وارد أن المسجد النبوي الشريف لما بني، المسجد النبوي غير مسجد قباء، أول ما بني ما كان له سقف، وكانوا يصلون. كان صيف، فشمس حارة. قيل: يا رسول الله، لو أذنت لنا أن نصنع عريشا. أذن لهم صلى الله عليه وآله، سووا
جزء من المسجد عريش سعف نخيل. فلما صار الشتاء أمطرت، صار ينقط. قيل يا رسول الله لو أذنت لنا أن نضع لبن يشبه الإسمنت، شلون تغطية يعني. قال لا، عريش كعريش موسى بن عمران عليه السلام. هذا المسجد الشرعي، هذا ما بي أكثر من هذا، 4 حيطان، حتى سقفهم ما إله. الآن يقولون حارة شمس، عريش يسوون، يعني يحطون عليه اسمنت طين، لاش ما يحطون، خليه ينقط عليهم. شي يصير يعني إذا وقفوا بالشتاء ونقط عليهم شي يصير؟ خليه ينقط، يرجع للبيت محصل أجر ثواب، وبالصيف واقف بهالحار بالشمس كذا. زين، هذا ممدوح، هذا مو بيت سكن، هذا مسجد للعبادة. عموما المؤمنين جزاهم الله خير يسوون خوش مساجد جميلة فخمة، بها تكييف مركزي وبها الثريات الفاخرة، هم زين مأجورين، قصدهم خدمة الدين، تعلية شأن الإسلام، زين. لكن المسجد الشرعي هذا ما بي أي شيء زائد. مكروه المنارة، يعني حتى المنارة ما كانت واردة، يعني بداية الإسلام منارة ما كان أكو، يوقفون على مرتفع يأذنون. بعدين الفقهاء قايلين المنارة إذا سووا للمسجد لتعلو عن حائط المسجد بارتفاع الحائط، لا تزيد. وارد في على أنه الحجة عليه السلام لما يظهر هناك أمور يصنعها، واحد منها أنه يهدم المنائر الطويلة. هاي المنائر ايش كثر كلفت أموال يهدمها. وقباب هذه المساجد إلى قبل فترة وجيزة، هاي المساجد اللي يشوفوها الآن القديمة ما فيها قباب، لكن بعد صارت مثل شغلة كأنه ضرورية، إذا بنوا مسجد لازم يسووا له قبة. زين، ما في إشكال، جميلة القبة وحلوة، لكن المسجد الشرعي غير هذا، يختلف. الآن ب12 يوم بنى مسجد. نعم، المراقد ديش تختلف، المراقد المشرفة مو مساجد، تعظيم لأهل البيت عليهم السلام. المسجد له وضعه الخاص. بنى ب12 يوم، قايلين صلى الله عليه وآله بال 12 يوم مذكور، إلى أن وصل أمير المؤمنين صلوات الله عليه. مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قايلين هالآية جاءت في قبال مسجد آخر، مسجد ضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هناك أناس بعد أن النبي صلى الله عليه وآله دخل المدينة واستتبت له الأمور، يوجد أناس ضد النبي صلى الله عليه وآله. زين، يريد لهم مركز حتى يجتمعون به، سووا مسجد لأنفسهم، يجتمعون هناك حتى يكيدون للإسلام، مسجد ضرار. ولعله المذكور في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بهدمه. زين، بالمدينة، نفس المدينة المنورة. فهذا المسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. احنا قاعد نتكلم عن آيات الأحكام، هذه الآية تدل على حكم أن الله تعالى يحب المطهرين. إذا يحب يعني مستحب أن واحد يتطهر.